بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. النهارده حبايب قلبي هنعمله صينيه سردين جميله ان شاء الله هتعجبكم. بس لو اول مره تشوفوني انا اسمي فاطمه، اتمنى تدعموني باللايك والشير وتشجعوني. دلوقتي انا جبت السردين ده من السوق، ممكن تجيبيه كبير صغير زي ما انت عايزه. هنعمله بطريقه ان شاء الله جديده كده وتعجبكم. انا هنا بمسك السردينيه بغسلها كويس وبفتحها من النص، دي طريقتي انا بحب اعملها كده. جربيها بس ورايا وقولي لي رايك، لان انا بحب احشي السردين من البطن، وهتشوفوه معايا دلوقتي. بشيل القشره بتاعته، في ناس بتحطه زي ما هو كده، بس انا يعني جربوا ورايا الطريقه دي باذن الله هتعجبك. بنضف اشيل القشره اللي عليه زي ما بنقله السمك بالظبط، بفتح بطنه وبنضف اللي جوه زي ما انت شايف. بشيل الزعانف، بشيل كل حاجه، بنضف جوه. بحب اشيل اللي هي اللي شايفه الشوكه اللي جوه دي، بشيلها كلها، بتبقى مليانه دم كده، بتبقى البطن نظيفه وجميله، وبحشيها وبحطها ان شاء الله. بس جربوا ورايا وهتعجبك. تمام. بعد ما نضفت السردين كله زي ما انت شايفه كده، هنبداو نعمل له التتبيله اللي هنحطها في الصينيه. التتبيله دي عباره عن معلقه شطه حمراء على معلقه توم مدقوق حلو كده، تومه يعني توصي بالتوم. بتحطي عليهم بقى شويه زيت، معلقه خل، كمون، ليمون، ملح. وكتري بقى في الليمون عشان السمك بيحب الليمون، ليمونتين 3 كده زي ما انت شايفه. معلقه كمون، ملح، زيت، خل. انا بقول تاني عشان برضو اللي ما سمعش يسمع تاني يعني. تمام. بتقلبي ومعلقه توم حلوه كده مع معلقه شطه حرشه. تمام. بتقلبيهم مع بعض. السر بقى والكينج بقى اللي هيوديه في حته تانية، حزمه كرفس. حزمه كرفس دي هتوديه في حته تانية خالص. بتمسكيها بتخرطيها كده على نفس الخلطه. الكرفس جميل، هيبقى ريحه وطعم، وهوريكم ازاي دلوقتي. بتقطعيه زي ما انت شايفه كده عادي عشوائي كده مع الخلطه، وبتقلبيه مع بعض، وما تنسيش الملح، وبتقلبيه مع بعضه زي ما انت شايفه كده لحد ما يكون عندك خليط حلو كده، دقه جميله كده. ماشي. بتجيبي السمك بعد ما غسلتيه كويس، بتنزلي عليه بنص التتبيله زي شايف، وبتسيبي النص التاني هقولك هنعمله فيه ايه. بتمسكيها بقى بتقلبيها كده في السمكيه. طبعا انا هنا بعد ما قلبت كده بس فاتتني، حشيت بطن السمكه من نفس التتبيله اللي انا عملتها، اللي هي الثوم والشطه والليمون والكرفس كله. حشيت بطن السمكيه منه كده، بتبقى جميله. بتغمسي بالعيش او بالرز الابيض، بتبقى تحفه. بتجيبي الصينيه اللي هتدخل فيها الفرن، بتقطعي خضار، فلفل اخضر، على بطاطس، على طماطم، طرنشات، اي حاجه. بتنزلي بالنص الدقه التاني، وبتبداي تهمكي او توزعي الخلطه التانيه تحت، عشان الخلطه دي هي اللي هتتاكل اصلا، تبقى احسن من السمك، بالعيش بالرز الابيض. بصي. وبتمسكي السردين كده بتنزليه زي ما انت شايفه كده في الصينيه، بتكوني مولعه الفرن على درجه حراره 180، وبتسيبيه يستوي، او 200 يعني نار عاليه مفيش مشكله. بياخد وش من فوق ومن تحت، وبتبداي تطلعيه زي ما انت هتشوفي معايا دلوقتي. وما تنسيش تحشي بطن السمكه. بص طالع معايا شكله تحفه وريحته جايبه لاخر الشارع. والخلطه اللي تحت السمك دي بتبقى احسن من السمك نفسه، بتتاكل مع رز ابيض، عيش. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. سلام عليكم.